أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. أنا أجب وأستنكر وأرفض رفضا قاطعا ما صرحت به جريدة الشرق الأوسط ونسبته إلى منظمة الصحة العالمية، وقد كذبت منظمة الصحة العالمية ما نسب إليها من الجريدة. وأنا أقول أن مهنة الصحافة هذه المهنة الشريفة التي مهمتها أن تنقل الحق والحقيقة ولا تتجاوز على عرض أحد أو تتجاوز على كرامة أحد، جريدة الشرق الأوسط انتهكت وتجاوزت حرمة أكثر من 25 مليون زائر في كربلاء، واعتدت على أكثر من 350 مليون شيعي، وتجاوزت على كل من حضروا الزيارة، ونسبت لنا كلاما بذيئا جدا ينسب إلى داعش وإلى أشباه داعش، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العملية عملية ثأرية، وهذا انتقام لداعش. جريدة الشرق الأوسط جريدة سعودية داعشية، جنودها الذين يتحركون في العراق يجب أن يقضى عليهم إما عن طريق القانون، وهذه مسؤولية الحكومة، والحكومة يجب أن تنهض بمسؤوليتها، أو أننا نأمر أبناءنا أن يتحركوا ليأخذوا بثأرنا وحقنا. أنتم تعلمون أن الحسين عليه السلام في الطف ترك نفسه ظامئا في سبيل المحافظة على عرضه وناموسه. لا نسمح إطلاقا أن تنسب لنا ولأعراضنا هذه التهم البغيضة. أنا أحذر، وسيكون لنا رد فعل عظيم أكبر من إمكانية هذه الجريدة وإمكانية مراسليها وإمكانية مدير مكتبها في بغداد وفي أربيل. نحن نعرف كل الخيوط وسنتابع.